يا مساء الستر والأمان، ويا رب دايما نكون سند لبعض. النهاردة معانا مكالمة من واحدة قلبها مليان وجع، بس لسه في أمل. مكالمة هتوجع قلبك بس يمكن تفوقنا. يلا نسمع. أبدأ منين ولا منين؟ هي كبيرة قوي كده؟ اعذريني الأول، أنا متوترة شوية. براحتك، أنا معاكي. الحكاية وأنا صغيرة، يعني تاني سنين حاجة كده، كان ابن خالتي، إحنا قريبين منهم شوية. حصل بينا حاجة وأنا مش فاهمة وقتها، بس حسيته غلط. بعدها خدت منه جنب وبعدت. كنت 6 أو 7 سنين كده، وهو أكبر مني ب14 أو 15 سنة. لما بقيت 18 بدأت أفكر، هو أنا لسه بنت ولا لأ؟ أنا مش عارفة ومكسوفة أروح لدكتورة. ماما كانت قاعدة مع خالته، بيقعدوا يرغوا ويسيبوه. كنت لوحدي وهو استغل ده. من فترة أخوه اتقدم لنا، اللي هو أخوه اللي عمل كده فيا. أنا وثقت، أنا مش عارفة أقول لماما، مش قادرة. هو ما قاليش آسف، ما حاولش يكلمني. بقى أخوه خطيبي وأنا مش عايزة أسيبه، بحبه. أنا حتى مش عارفة أقول لدكتورة إني عايزة أكشف. أقول لها إيه؟ اتعرضت لحاجة وأنا صغيرة؟ خايفة. ومش دي أول مرة يعمل كده، كان قبلها في تجاوزات، بس كنت طفلة مش فاهمة. خوف وسكوت وسنين ماما. مش قادرة. هو ما قاليش آسف، ما حاولش يكلمني. بقى أخوه خطيبي وأنا مش عايزة أسيبه، بحبه. أنا حتى مش عارفة أقول لدكتورة إني عايزة أكشف. أصدقت جانج أصدقتري، ومش عارفة أقول لدكتورة إني عايزة أكشف. أنا بس نفسي أقول كلمتين لكل أم بتسمعني دلوقتي. أنتي ذاكرة إن العيال بيلعبوا؟ أنتي سايبة بنتك مع ابن خالتها في أوضة مقفولة؟ طب أنتي متأكدة إنهم بيلعبوا بس؟ فرق السنين مش كبير؟ لأ، كفاية 2 3 علشان تحصل كارثة. في الزمن ده أي دب بيتقفل على عيال لازم بيتفتح كل دقايق. لازم عينك تكون جوه قلبك. الأطفال بيتكسروا يا جماعة، وإحنا بنرغي السلفتي وجارتي، وننسى بنتي في الأوضة مع ابن خالها. الموضوع مش هزار. بنت بتعيط وبتقول مش عارفة أنا بنت ولا لأ، وكل ده حصل وهي عندها 6 سنين. وأنا بقول لكل بنت، اتكلمي، ما تسكتيش، خدي خطوة وروحي اكشفي. ما تخافيش، الدكتور مش هيأذيكي وانتي مش غلطانة. الغلطان هو اللي استغل براءتك. وبقول لكل راجل بيسمعني، لو عرفت ان في يوم اختك او بنتك اتعرضت للي البنت دي تعرضت له، هتسكت ولا هتثور؟ طب ما تصورش دلوقتي، بس خليك واعي يا عم.